إخوان، تم ضرب المنشآت النووية. تم ضرب المنشآت النووية من طرف أمريكا يا إخوان، رغم أنها كانت لا تريد التدخل في ما بغاش تدخل في حرب إيران، لكن اضطرت أن تدخل أمريكا، مما قد سيصعب الحرب. وفي هذا الصباح تم الرد طبعا على الأماكن من حرس الثوري على حيفا وتل أبيب. حيفا للتذكير يا إخوان فيها 1,000,000 مغربي يهودي تما. وترامب طبعا قام يهدد الحرس الثوري، يا إما الاستسلام يا إما سيستمر الحرب، وبالتالي سندخل في حرب طويلة الأمد، أو تحول إلى حرب إقليمية، أو تدخل أطراف أخرى مثل الصين وروسيا في هذه الحرب. هذه الحرب اللي ما عندهاش النتائج ديالها غامضة. وحاليا الرد ديال الحرس الثوري تنتظره أمريكا وإسرائيل طبعا، ينتظرون الرد غامض. كيفاش غادي يردوا في هاد الضربات اللي موجعة اللي ضربوا في اللي إيران تلقاتها البارح. وبالتالي إيران احتمال هناك تهديد بأنه تزرع ألغام في قناة هرمز، بمعنى تهديد لحاملة الطائرات بزرع ألغام في ممر أو قناة مضيق هرمز، وبالتالي الأمور ستسوء. وحتى البحر الأحمر يهددون بغلقه. هددوا الحوثيين في هذا الصباح بغلقه نهائيا، وسوف يتصدون إلى مصالح أمريكية في الخليج وفي البحر الأحمر أينما كان. والسلام عليكم، ديروا أبوني.